الشيطان ختم الله القرآن بسورة يجب على المؤمن أن يرددها كل مغرب 3 وكل فجر 3، هذا من السنة، وبعد كل صلاة يقرأها، وعند النوم يقرأها. يعني حياتك، يعني اليوم الواحد تقرأ هذه السورة أكثر من 7 مرات أو 8 مرات غير الصلاة، لأن أخطر الأعداء، الله ختم القرآن بالمعوذتين وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لاحظ ملك إله رب ربوبية ألوهية أسماء وصفات جميع أقسام التوحيد تسأل الله به، العدو خطر إذن، نعم خطر. من ماذا تستعيذ؟ قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أقول لأبي محمد الوسواس ما يتسلط إلا على الصالحين، ترى ما يجي الباطلين، ولذلك بعضهم يقول تبت يوم يروج مخدرات ما جاني، ويوم كنت عاق ما جاني، الآن صار يجيني. نعم، لأنك كنت تسير إلى النار وما ماخذك مع المنتخب رايح معهم، مشكلينك راس حربة في النار. ولما أردت أن تدخل الجنة وأن تهتدي منتخب جهنم، هذا منتخب جهنم أعوذ بالله منه. فأقول وكبتنه الشيطان، المدرب الشيطان كبتن ومدرب في جميع المراحل تجده، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الشيطان الذي أراد أن يفسد حياة الصالحين، كيف؟ يدخل في قلبك وسواس افعل لا تفعل، من ربك، من خلق ربك، من هو ربك، من هو الله، من خلق الله، صلاتك ريح خرجت، لا ما توضيت، ما مسحت رأسك، طلقت لا ما طلقت، هذا يقصد هذا ما يقصد، الآية ما خرجت، عذاب. أعرف يا أبو محمد، لكني اللي أعرف شيء واحد خذه مني بس اسمعها بقلبك. أنا أسألك أنت الآن إذا أنت خايف من الوسواس ليه؟ هل الله يعلم بأن الشيطان يوسوس لك؟ نعم. هل الله يعلم أن في قلبك محض الإيمان لكنك تنطق بشيء أحيانا وتفكر في شيء غصب عنك؟ الله يعلم أنك مطمئن بالإيمان، الشيطان هو اللي يفسد عليك. السؤال، هذا العلم من الله، الله يعلم أنك مطمئن بالإيمان، وسوسة الشيطان لا تضرك، والله لا تضرك. وفي قاعدة للموسوسين: لا تعد سورة ولا صلاة ولا وضوءا، لا تعد. قاعدة في الوسوسة، اللي يريد يرتاح من الوسوسة. طبعا الوسواس أحيانا يقولون فيه اختلال في الكيمياء الدماغ. كيف اختلال في كيمياء الدماغ؟ الدماغ لو فيه قطار يمشي كذا أفكار، والقطار هذا وقف في مرحلة من المراحل وبدأ دقر، يعني وقف. وش إذا دقر القطار؟ شفتوا لعبة الأطفال حقت القطار يقعد يحفر يمشي، هذا الحفر والمشي هو الوسواس، افعل. هو المفروض أنه يمشي لكنه وقف على قضية الطهارة، على قضية التوحيد، على قضية الطلاق، وبدأ يلح عليك. هذا تحتاج إلى علاج من طبيب نفسي مع رقية مع علاج حتى تنتهي هذا من الوسواس. لا بد أن يقترن العلاج الروحي مع العلاج الدوائي. هذا واحد. ثانيا، ألا تعيد. قرار أنا أطلب من أبي محمد الآن ومن الجميع: إياك أن تعيد أي طاعة فعلتها مرة أولى. خرج ريح لا حرج، خرج بول لا حرج، ما كبرت معليش، يوجد في ملابسك نجاسة ما في مشكلة، رذاذ الماء جاك ما في مشكلة، أي شيء ما في مشكلة. وأنا أقولها لك الآن: لا تعد قط، لأن الشيطان إذا أعدت مرة واحدة عذبك العمر كله. لكن اترك، لا تعد. وبعدين يا أخي أنت الآن تأخذ فتوى وحاط بينك وبين النار مطوع كما قالوا العوام. أنت الآن تستفتي ونقول لك لا تفعل، لا تطع، لأنك إذا أعدت وأطعت الشيطان عشت في سراديب الشك والخوف. يجي لزوجتك يقول ما هي بطيبة، يجي صلاتك يقول ما قبلت، يجي رمضان تراها ريقك نزل أفطرت. أعوذ بالله، إلى متى هذا العذاب؟ لذلك يا أيها الأحياء يا أخيار، لا تعيدوا يا موسوس. أولا اعرف أن الله أرحم بك من نفسك، وأن عذابك اللي أنت فيه الله بيكفر به الذنوب بشرط أنك لا تطيع الشيطان في إعادة. قال وسواس خناس يوسوس في صدور الناس. خناس إيش معناه؟ أنه ينخنس، كلما زادت الطاعة انخنس، وكلما ضعف الذكر قوي. ولذلك هو كالحية التي التفت على القلب، حية قد شدت وثاق القلب، شدت عليه. إذا قلت بسم الله بدأ يضعف، أعوذ بالله بدأ يضعف، قل أعوذ برب الناس بدأ يضعف، آخر سورة البقرة آمن الرسول بدأ يضعف، قرأت آية الكرسي بدأ يضعف.
فإذا صبرت على الرقية وعلى عدم إعادة، مو بالرقية فقط، وعدم إعادة الفعل، ستصل يوم من الأيام تقول هذه الأغلال فكت، يا ربي لك الحمد. ويني من زمان، يعني بعض الناس يقول ويني من زمان عن هذا ويني من زمان، وثري مضيعني قاعدني، لأن مشكلة بعض الموسوسين مستشارها الشيطان. صحيح، والشيطان ما يبي لنا خير يعني يعني يقول لك أعد الطهارة، يعني هذا من طوعه، يعني من طوع الشيطان. صحيح. يعني يبغاك تدخل الجنة يوم يقول أعد الوضوء ولا أعد الصلاة، هذا ما يبيك تصلي أصلا. ولذلك بعضهم يحبس في دورة المياه ساعات. يا رب اشفهم يا أرحم الراحمين، نحن نحبهم وندعو لهم. البعض والله ربما 5 ساعات 4 والله ساعات. لأنهم صالح يا أخي، تراهم من الصالحين. ترى معظم الموسوسين معظمهم من الأتقياء. ولذلك الصحابة عندما أتوا للرسول يشتكون، اللي تشتكي منه أبو محمد وكل أخ مصاب بهذا وأخت، عندما اشتكوا من التوحيد أنه يفكرون في شيء ما يمكن ينطقون به، صحيح. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نعم. هذا صريح الإيمان. لكن يا شيخ هذا ما هم مسوغ الموسوسين، يقول أنا والله ما دام أني أفعل هذا فأنا على خير وعلى إيمان. لا، الواحد يحاول أن يعالج نفسه. بل يجب، مو بيحاول، يجب أن يعالج. لكن أقصد أنه ما يضرك. صريح الإيمان معناه أنك دامك تعالجه ولا تنطق به، معنى ذلك أنك مؤمن. المصاب بالوسوسة يخاف من الله خوفا حركه الشيطان، يخوفه الشيطان أن الله لن يقبل منه طاعة، وأن صلاته فاسدة، وأن توحيده فاسد، وأن الله سيعذبه. ويحك، قف، فإن الله أرحم بك من نفسك. إي والله أرحم بك من نفسك. أد العبادة مرة واحدة، ولا تعيد العبادة مرة ثانية، وارفع صوتك بالذكر حتى ينخنس شيطانك. وأبشر، فالآلام التي تشعر بها إن الله جل وعلا سيقلبها لك حسنات. ثق في الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عدوكم الشيطان دائما يردكم إلى الوراء حتى يفسد الطاعة عليكم، فيأتي قبل فعل الطاعة فيثقلها، في وسطها يوسوس لإبطالها، بعد الفراغ منها يحبط قلبك أنها لم تقبل. لا تلتفت إلى وسوسة الشيطان في المراحل كلها، لكن أخطر المراحل تعبت، توضيت، طفت، أقبلت إلى الله، إذا فرغت من العبادة أتاك موسوسا، صلاتك غير صحيحة، ما سبحت، ما ركعت، ما قرأت الفاتحة، إلى غيرها. احذر أن تلتفت إلى عدوك. ولذلك قاعدة اجعلها في حياتك: إذا أتت الوسوسة بعد الفراغ من فعل الطاعة، انتهت الصلاة، انتهى الطواف، انتهى السعي إلى غيرها، فلا تلتفت إليه أبدا، وانتقل من طاعة إلى طاعة. إذا كنت تلتفت كثيرا إلى الطاعة التي فرغت منها، معنى ذلك لن تنتقل للطاعة التي بعدها. ويا موسوس، الله أرحم بك من نفسك، فلا تلتفت إلى عدوك، وانطلق. وعسى الله جل وعلا أن يسكب الطمأنينة في قلبك وأن يتقبل طاعتك. قل آمين. من رحمة الله أن حديث النفس كما قلنا في لقاء ماض أن الله يعفو عنه ما لم نعمل أو نتكلم. هنا يأتي من أصيب بداء الوسوسة، يأتي الشيطان فيتسلط على قلبه، فالشيطان مكان وسوسته القلوب، الصدور، الذي يوسوس في صدور الناس. هذه الوسوسة والإلحاحات مؤلمة، اشتكى منها الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الحبيب حمد الله على هذه الوسوسة. كيف؟ يتألم ويقول: يا رسول الله، إني أشعر بهناك إلحاحات ووسوسة حتى أني أصل إلى أن أسأل من خلق الله، ولكني أصارع هذا الوسواس. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شيطان خناس، شيطان رجيم. وهنا رسالة طمأنينة من رحمة الله بك أيها الموسوس، أن حديث نفسك ووسوستك لا تحاسب عليها قط. الله ما خلقنا ليعذبنا،
الله أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أمهاتنا. أيعذبك بشيء أنت تتألم للتفكير فيه، يأتيك الشيطان بوساوس وأفكار مؤلمة ما تستطيع أن تنطق بها. أيعذبك الله على شيء خارج عن قوتك وعن إرادتك؟ يا أخي ثق في ربك، لا تعيد أي أمر ألح الشيطان عليك به، لا تكرر خطأ، لا تكرر لأن التكرار خطأ. أن تعبد الله في العبادة الأولى، الصلاة، أنا تركت الفاتحة، ما توضأت، خرج ريح، صلاتك صحيحة بما أنك مريض بالوسواس. عالج نفسك في العيادة، ارقي نفسك بالقرآن واطمئن، فإنك تعبد رحمن هو الذي خلقك ويعلم حديث نفسك ويعلم الألم الذي فيك. اطمئن فإنه رحمن رحيم. ولذلك حتى الوسوسة يعلمها الله، لكن الله لا يؤاخذ عليها، الله ما يؤاخذ عليها. ولذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحان العظيم، هذا العظيم حتى الوسوسة، لكن اطمئنوا. وهذه رسالة للموسوسين، أبشركم الله عليم، ومن علمه، وهذا من هدايات الآيات، ومن علمه إذا أنت مطمئن قلبك بالإيمان حتى لو وسوس لك الشيطان في أنك تهين في داخلك الرحمن، الله لا يؤاخذك سبحانه، لأنه يعلم أن قلبك مطمئن بالإيمان. الله أكبر، اطمئنوا. ترى بعض الموسوسين متعذب، يقول خاف الله يحاسبني باللي في صدري. يا أخي الله عليم، الله عليم. أنت تعيد الوضوء ليه؟ لماذا تقول والله ما قصدت، واقسم بالله ما أبي هذا الأمر، والله يا أخي بدون ما تحلف لأحد، الله عليم. الله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسك. وفي الحديث فإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. الله أكبر. ترتاح ولا ما ترتاح؟ وهذه من هدايات الآيات. بما أنه عليم، إذن يا أخي الحبيب أنا سأعبده كما أمرني. فإذا وسوس الشيطان علي شيئا يريد أن يهز إيماني بربي فوضت أمري إليه واطمأن قلبي. ولذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما ألقى القبض عليه كفار مكة وكادوا يبطشون به وخاف على نفسه ولم يقبلوا أن يتركوه حتى يشتم محمدا عليه الصلاة والسلام أو يشتم الدين الإسلام، ففعل حتى يسلم ولا يموت. فلما أقبل أنزل الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني اللي شرح بالكفر هذا اللي صدرا هذا اللي يعذب. أما من نطق بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن، من اللي يعلم اللي في قلبك؟ هو الله العليم بذات الصدور، العليم بذات الصدور. ولذلك الله جل وعلا يزكي بعض عباده بعلمه، يزكيهم، يحبون من هاجر إليهم، يزكيهم أنهم يحبون، والمحبة عبادة قلبية. فلا تقلق، كل شيء بعلمه وكل ما في الكون بقضائه وقدره، فاطمئن، لكن تعبد له وذل له جل وعلا.